ايه الدوشه اللي بره دي يا صبري؟ يا صبري يا باشا الحقني يا باشا، واحد إيه؟ غريب بره ماسك كاميرا بيقول لي عليه عايز يخش. يا متخلف، ما هو ده المخرج، دخله. وايه علاقه المخرج بالكاميرا؟ الله، امال المخرج يبقى داخل ماسك مقص ومش صح، ده مخرج. صح. اتفضل يا استاذ. وحضرتك مهندس مساحه؟ اتفضل يا استاذ. ايه الامن الغبي ده؟ هو انا مش باين عليا ان انا مخرج؟ ازاي يا استاذ؟ ده انت احسن مخرج. أيوة. انت الاستاذ اللي قول له حسام، الاستاذ لولو اللي لما حد بيعوز يخرج حاجه بيقول له. الله، ايه ده؟ ثواني تعالى كده بطقم صيد البط اللي انت لابسه ده. وانت حضرتك بورق الحائط اللي انت لابسه ده كده داخل عامل فيها مهندس مساحه وحسستني ان انت تشتري اللوكاندا. انت بتشتغل ايه؟ انا مدير التصوير وصاحب الكلاك. كلاب ايه وقطط ايه؟ انت بتشتغل ايه؟ انا مدير التصوير وصاحب الكلاك. ما تنطق عادي. ايه مدير والتصوير دي؟ ما تنطق عادي. انا كده ممكن اتهور، ولو اتهورت بتعور. اقول له عيب عيب، معلش معايا يا استاذ اقول له عيب، خلاص اقرب بس، خلاص امسح بقوتنا الارض. معلش خلاص ما انت متعود. خلاص احنا اقف على آسفين. جنب يلا. احنا اسفين يا استاذ عمرو، ايه القرف ده؟ اسفين. ناقصه هبل هي الحكايه بقى. ايه ده؟ انت فيك من محمد رمضان بجد؟ اهو ايوه، ده في من رمضان السكري بكرشه ده. انت معايا في الفيلم الجديد. بجد يا استاذ؟ انا معاك الفيلم الجديد. ايوه، طيب ماشي. هتعمل دور بتاع امن. ده دور صعب قوي يا استاذ. يا اخي بقى انا اللي لقيته لك. ده البس له ايه ده يا استاذ اكرم؟ تلبس له ايه ازاي؟ يعني تغسل الطقم المعفن اللي عليك ده وتلبسه تاني. ماشي. صبوي صبوي، نعم. تعال صبوي. بص، ده ضوء عمرك. ماشي. بص، عايز اقول لك شويه ملاحظ. اتفضل. رقم واحد لازم توكس. ورقم 2 توكس في رقم واحد. ورقم 3. هنقضيها بقى يا ارقام. تعال اشرحها لك. تعالى. يلا. هات الكاميرا يا بول. حاضر يا استاذ، حاضر. اللوكاندا بتاعتك دي اول مره تعدي عليا. انا اخرجت في لوكاندات كتير، بس لوكاندا مقسومه 2 حاجه تقرف. يعني حضرتك هتشوف عندنا هنا انبهارات طول الوقت ان شاء الله. بس انا عايز بقى اعمل اعلان لنص اللوكاندا بتاعتي بس وننزله في التلفزيونات والسوشيال ميديا ونكسر الدنيا بقى. تمام، احنا نعمل اعلان وننزله للناس، نص الشاشه في الاعلان والنص التاني اسود. دي فكره تقرف. ليه بس كده؟ بقى انا عايز اعمل اعلان للوكاندا بتاعتي الدنيا كلها تشوفه طول النص الشاشه. هو اعلان عزا يا استاذ انا بتارجت الناس اللي بتفهم في الفن. لا الكلام ده تعمله في مهرجان الجونه هناك. عندي هنا تعمل اللي انا عايزه، انا اللي هدفع. الجونه يا سيدي. لا مش وقته. المهم خلاص، انا محتاج موديلز. نعم. محتاج شخص او شخصين عشان يعملوا الاعلان. ايوه انت بتفاجئني، ما انت ما قلتليش على الموضوع ده يا استاذ. امال اعمل ايه؟ اخلي البيبان تتكلم ولا الحيطان ترقص؟ طب اتصرف، دي شغلانتك. خلاص انا هخرج بره دلوقتي وهعمل كاستنج للناس. يا ريت على طول. عن اذنك ما تاخرش. حاضر. يا رب الخطة تنجح. عمي، ده تقوليش يا عمي. أنا جاي أودعك. أنا نعم. عشت معاك أحلى أيام عمري، ياما زعلتني وعمري ما خدت هدومي ورحت لأمي. يا ابني انت مراتي. أيوه صح برضو. أصل أنا جاي أقول لك خبر مش حلو. يعني اوحش منك. بكتير. ماشي قول. عمي أنا صحيت الصبح تعبان، فحسيت كده بوغوشة في قلبي. وغوشه. اه يا حبيبي الغير حجته معاه معلش. جريت على دكتور علاج طبيعي. رحت هناك اكشف. الدكتور اول مالك يا عم؟ يعني دكتور علاج طبيعي ليه؟ عندك شد في عضله القلب يعني؟ لا انا سالت ايه التعب ده، قالوا لي ده تعب طبيعي، فرحت لدكتور علاج طبيعي. ف ايه باين اني كذاب. تعبيط يالا. لا ما انا هقول لك الراجل اول ما شافني قال لي يا لهوي انت حالتك بتسوق. قلت له لا بتاخد تاكسي، وقعدنا نهزر انا وهو. ايه يا عم انت ايه؟ هو الدكتور اهبل هو كمان. لا انا بحاول اكذب، انا بحاول بس اشرح لك الموضوع. اخلص. فقال لي اعمل اشعه، عملت اشعه شافها، قال لي لا اله الا الله انت محتاج عمليه مزمار حالا.
ايه؟ عمليه مزمار ازاي يعني؟ هو قال لي مزمار، ما اعرفش. لا ما فيش غير هما اتنين كانوا بيلعبوا مزمار في محمد علي وماتوا. لا ما هو قال لي مش في محمد علي، قال لي هتسافر بره فهات من عمك اكرم 500,000 جنيه وهنسافر بره نعمل عمليه. طب هو يعرف عمك اكرم منين يا كذاب؟ ده دكتور. هو دكتور فيا يعني؟ جايب 99% مش هيعرفك. ايوه انا كنت ماده يعني بدرس في الثانويه العامه يعني. يعرف الاتش 2 او مش هيعرفك. ده بتوع علم علوم دولت يعني دماغهم راحت بعيد. اسمع مني. وقال لك كام بقى؟ قال لي 500,000 جنيه بس هروح بره. بس تروح تاخدهم من عمك رمضان بقى. عم رمضان؟ على قلبه قد كده. بس انت عارفه عم رمضان جلده ما بيطلعش الجنيه. ممكن لما اكون حلقه انسانيه كده ممكن قلبه يحن. لا انا ماليش غير عم واحد، انت يا عم يا ابني انت مش ابن اخويا اصلا، انا ما اعرفكش. انت هتتنكر مني عشان 500,000. صدقني دي الحقيقه اللي انا مخبيها عليك بقالي 20 سنه. انت بردان ولا ايه؟ لا برجع بالزمن. 20 برجع بالزمن يعني. لا ارجع لنا. ماشي يا عم انت بتشتغلني صح؟ مش بشتغلك، دي الحقيقه يا ابني. بجد انا مش ابن اخوك؟ صدقني انت مش ابن اخويا. امال انا مين؟ انا احكي لك الحكايه من اولها. بسرعه بس. زمان كده عمك رمضان قلبه حن وقال لي انا اعزمك. عم رمضان عزمك؟ ما انت تسمع يعني بقيه الحكايه. بدايتها كذب يا ابني مش كذب صدقني. ماشي. المهم فضلنا ماشيين بلاد تشيلنا وبلاد تحطنا. اركبوا اخلص اركبوا حاجه. يا ابني بقول لك عمك رمضان عازمني، نركب ايه؟ ايوه صح. المهم فضلنا ماشيين قابلنا ست طيبه كده وشايله على ايديها عيل صغير اسمر سمار النيل. انا العيل الصغير؟ لا احنا كنا بنسال الست نروح الجيزه منين. يعني دي كومبارس في الحكايه؟ لا مش بطله خالص. مش بطله بتحكيها لي ليه؟ استنى بس بلاش. انا مين؟ لازم تعرف كل حاجه. هقول لك دلوقتي. دخلني بسرعه. المهم فضلنا ماشيين قابلنا ست طيبه وشها بشوش قوي. ايوه. وشايله عيل اسمر سمار النيل وماسكه ازازه ميه في ايديها. انا ازازه الميه. يا ابني لا يا ابني لا، ده عمك رمضان كان عطشان وعشان هو بخيل فمش عايز يشتري ميه فخدنا بق ميه منها كده من اللي ريقه. يا ريت ننجز في الجي بي اس ونوصل. حاضر. ما كانش في جي بي اس ساعتها يا ابني، كان زمان بقى. ماشيين. المهم فضلنا ماشيين. انت جاي معانا؟ لا يا عم. امال ايه؟ عايز اعرف انا مين. المهم فضلنا ماشيين لقينا لما كده وناس واقفه عماله تسقف وفي راجل طيب قوي يا منصف وواقف كده جنبه عيل صغير اسمر سمار النيل كده وشعره مكتكت كده وعسل والولد واقف يسقف فرحان. انا الولد اللي بيسقف. لا انت النسناس اللي هم كانوا بيسقفوا له. يعني انت اللفه دي كلها عشان تقول لي انت نسناس؟ ما لازم اقنعك يا ابني. تقنعني؟ انا مقتنع وانا ما عنديش مرايه. ما انا عارف. ما دي الحقيقه. يا عم بقول لك مش هتتنكر مني، ابوس ايدك هات ال 500,000 جنيه. يا ابني 500,000 جنيه انت لو حللت هتطلع برضه مش ابن اخويا صدقني. لا طب اقول لك حاجه، انا هعمل الدي ان ايه واجيب لك النتيجه تديني 500,000 جنيه. وانت تعرف دي ان ايه يعني ايه يا جاهل انت؟ معروفه دي ان ايه، اختصار دي نتيجه اهلك. بيعايروا العيل يعني هو لقيط ويعايروه يا عيني. دي نتيجه اهلك اهم. والنبي يا عمي طب ابوس ايدك، انا ظروفي صعبه. ما تتحايلش عليا لان انا مديون يا ابني. انا ظروفي ما بقتش زي الاول، مش هينفع يا عمي. لازم تقف جنبي. انا ما تتحايلش. هتقعد تبوس ايدي ما تبيعنيش يا عمي. ما تذلش ابوس نفسك. ايدك. انا عايز اسلك اصلا. ابوس ايدك يا عمي. انا واطي. ما تبيعنيش عمي. ابيعك مش هتجيب حاجه. عمي ابوس ايدك. ابوس ايدك يا عمي. ايه الاوفر ده يالا؟ بجد؟ هو ده. مش هو ده. لا هو ده. مش هو